النهاردة هكلمك في موضوع كده يمكن يهم الناس المغتربين، الناس اللي عايشين بره، وخصوصا اللي عايشين في دول أوروبية، وبالأخص اللي عايشين في إنجلترا أو في المملكة المتحدة. يمكن ناس كتير ما يعرفوش الموضوع دوت، بس أنا بصراحة حسيت كده يعني إن هو مهم إني أقول لكم عليه. بعد وفاة الشيخ عبد الله كامل في أمريكا في نيوجيرسي، أنا قررت أعمل الفيديو دوت. السوشيال ميديا كلها مقلوبة فيديوهات عنه وعن الجنازة بتاعته، واللي ما شافش الحاجات ديت أنا هحط لينكات في الفيديو تقدروا تشوفوها. ولكن الموضوع ده برضو يعني خلاني إن أنا أفكر في الفيديو ده وأقول لكم على شوية حاجات تخص إنجلترا هنا. آه، فلو أنت عايش هنا في إنجلترا وبتفكر في موضوع الموت أو الوفاة، هو طبعا دي حاجة بتحصل في أي وقت، إحنا ما نضمنش هي هتحصل إمتى. آه، فكمل الفيديو دوت، هينفعك، يعني هتستفاد منه شوية حاجات حلوين وحاجات مهمة جدا جدا جدا. فيلا بينا، تعالى هقول لك على شوية الحاجات دول، وهفرجك على شوية حاجات هنا أنا شخصيا متأكد إنها هتعجبك أوي. يلا بينا. هنا في إنجلترا ده منظر المقابر اللي أنت شايفها دي. الميزة في المكان اللي أنا فيه النهاردة ده، المقابر اللي على يميني دي كلها بتاعت المسيحيين أو الناس الإنجليزي اللي هنا، والمقابر اللي الناحية دي كلها بتاعت المسلمين اللي عايشين هنا في إنجلترا. فأنا هقف هنا. الحاجة المهمة اللي أنا عايز أقول لك عليها، آه لو لا قدر الله أنت عايش في بلد أوروبية أو في إنجلترا بالأخص اللي أنا بتكلم عنها ومت، سواء بقى إن كنت مت بأي طريقة، آه لو كنت مت في مستشفى لأنك كنت تعبان أو عندك مرض أو حاجة ولا قدر الله ربنا توفاك في المستشفى، آه لازم أهلك يقولوا للمستشفى إن هم هياخدوا جثتك وهيتكفلوا بدفنك وبالحاجات دي كلها. أما بقى لو أنت مت في حادثة عربية وكنت عايش في إنجلترا لوحدك يعني مالكش أهل، مالكش حد، مفيش حد، مفيش زوجة، مفيش أسرة، مفيش أب، مفيش أم، مفيش عيال، مفيش الكلام ده كله، في حالة إنك تموت في حادثة بره لا قدر الله، بعيد الشر عننا وعنكم جميعا، المستشفى هياخدوك وهيتكفلوا بدفنك وكل حاجة، ولكن هي دي النقطة المهمة اللي عايز أقولها للناس، هيكون في حاجة اسمها دونر. معناها إن هياخدوا أعضاء منك يتبرعوا بيها لناس تانيين. فركز بقى معايا في الحتة دي لأن دي حتة مهمة جدا جدا جدا. أوكي، الكلام ده أنا لسه عارفه قريب، يعني أنا عايش في إنجلترا بقالي كتير بس أنا لسه عارف الكلام ده قريب، وأصلا القانون ده اتغير يوم 20/4/2020.
ده قانون جديد لسه طالع في انجلترا هنا، للاسف احنا ما سمعناش عنه حاجه ومحدش عارف عنه اي حاجه. والقانون ده بيقول لك ان انت تلقائيا الديفولت بتاع البلد ان انت لو مت بيتبرعوا باعضائك للي محتاجينهم. فلو قلبك كويس ياخدوه لحد بيعملوا له عمليه قلب، لو رئتك كويسه ياخدوه لحد مش عارف ايه، لو الاعضاء، تجاره الاعضاء. اوكي، هي مش تجاره، هي بياخدوها يتبرعوا بيها للي محتاجينها يعني. آه، الموضوع مش اجباري، تقدر ان انت تطلع نفسك بره الموضوع ده اللي هي بيسموها اوبت اوت. فانت تقدر ان انت تخش على موقع ال NHS اللي هو بتاع منظمه الصحه العالميه، ودي هتحط بياناتك جوه. انا هحط لك اللينك بتاع الموقع تحت في الديسكريبشن. لو انت عايش في انجلترا ومسجل مع GP تقدر ان انت تخش على الموقع، حط بياناتك، حط اسمك، رقم بيتك، الشارع بتاعك، البوست كود، حط كل الديتيلز بتاعتك، وهتقول في الاخر ان كنت عايز تتبرع باعضائك او ان كنت مش عايز تتبرع باعضائك، وهتدوس في الاخر اوكي سبميت. خلاص. في حالة انك تموت بره في حادثة لا قدر الله، مش هيتبرعوا باعضائك، بل بالعكس هيسيبوك زي ما انت وتدفن زي ما انت. برضو النصيحة التانية اللي بقدمها للناس اللي عايشين في دول أوروبية ومحدش عارف ومحدش ضامن عمره ومحدش عارف هيموت امتى ومحدش عارف هيجراله ايه، انك انت تتكلم مع الجامع اللي في المنطقة بتاعتك اللي انت قريب منه، وتقول لهم ان في حالة ما يحصل اي حاجة انا عايز اتدفن في مقابر المسلمين بتاعت الجامع. كل جامع بيبقى ليه مقابر تبعه عارفينها وبيتعاملوا معاها، مش شرط مقبرة واحدة، ممكن كذا واحدة. فدي واحدة من المقابر اللي تابعة للجامع اللي في المنطقة اللي أنا ساكن فيها. القسم ده كله اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بتاع المسلمين، كل الحتة دي والحتة اللي ورا كمان، بس لسه ما بدأوش في الحتة اللي ورا لأن هم أساسا لسه ما ملوش الحتة ديت. لما دي تتملي هيبدأوا يخشوا في اللي ورا كمان. أما بقى مقابر المسيحيين فهي الجزء التاني دوت اللي أنا وريته لكم ده برضو. ولكن أنت الجامع مش هيجيبوك تدفن هنا لأن دول بيبقى ليهم طريقة معينة في الدفن. آه، عادة احنا لما بنسافر وبنروح دول بره ما بيبقاش في دماغنا موضوع الموت او كده، مع ان دي حاجة ما حدش ضامنها وممكن تحصل في اي وقت وكلنا مؤمنين بكده يعني. آم، نصيحتي للناس ان انت دايما فكر في الموضوع ده وحاول تتخذ فيه اي خطوة، يعني يتعرف مراتك، يتعرف ان ما كنتش متجوز واحدة مصرية مسلمة او كده، تعرفها لو جرالك اي حاجة المفروض تعمل ايه. حتى لو متجوز واحدة مصرية مسلمة او عربية مسلمة او كده، برضو اتكلم معاها وعرفها ان جرالك اي حاجه، عايز ترجع تدفن في بلدك، عايز تفضل تدفن هنا مفيش مشكله. طبعا لو عايز ترجع تدفن في بلدك الكوست بيكون عالي شويه، لان في تكلفه سفر وجثه وورق وحاجات ف يعني حاجه المفروض ان انت تتكلم فيها وتقول للناس اللي حواليك. ان ما كنتش متجوز عرف صحابك، عرف اخواتك، عرف آه، اي حد انت تعرفه، ناس قريبين ليك، مفيش اي حد خالص يا سيدي. عرف الناس بتوع الجامع اللي قريب منك في المنطقة في حالة ان يجرالك اي حاجة يتصرفوا ازاي وعايز ايه اللي يحصل، عايز ترجع بلدك او عايز تدفن هنا، والكلام ده كله. انا شخصيا واحد من الناس اللي عشت هنا فترة كبيرة، ما فكرتش في الموضوع ده خالص، ولكن من حوالي سنتين ثلاثة كانت حصلت حالة وفاة، وبصراحة يعني هزتنا كلنا. لواحدة يعني مرات واحد صاحبنا، آه، كلنا وقفنا جنبه في الموضوع ده جدا جدا يعني بصراحة، و... وعملنا كل اللي نقدر عليه. ولكن أنا بدأ الموضوع في دماغي إن أنا فعلا لازم أبدأ أخد خطوة في الموضوع دوت، لأني بعد السنين الكتير اللي عشتها هنا دي ما كنتش أعرف أصلا لو حد جراله حاجة أنا المفروض هعمل إيه، او لو انا نفسي جرالي حاجه الناس اللي حواليا هيعملوا ايه او هيحصل معايا انا ايه، مش ما حدش عارف. ف
اتعلمت حاجات كتير في الموضوع، وعرفت كل حاجة بتمشي ازاي، وعرفت الدنيا كلها بيحصل فيها ايه لحد ما بتدفن. انا شخصيا ما بوافقش على موضوع انك لو جرالك اي حاجة بره انك ترجع تدفن في بلدك. انت كده بس بتسبب قلق للناس اللي حواليك كلهم. ولكن حتى الشيخ كامل عبد الله نفسه، عبد الله كامل سوري، لما توفى في نيو جيرسي في امريكا، هو اتدفن هناك في امريكا. يعني مش لازم ان انت ترجع، هي كلها ارض الله ومش مهم انت مدفون فين. انا عارف طبعا ان يمكن الاهل بيبقوا عايزين ان انت تبقى جنبهم هناك، يجوا يزوروك كده، ولكن هم لو قروا لك الفاتحه هتوصلك مهما كنت انت فين يعني. فتعالوا نقروا الفاتحه لموتانا وموتى المسلمين والاهالينا وكل الناس اللي فقدوا اي حد، سواء كان اب او ام او اخ او قريب. كلنا محتاجين نعمل الموضوع ده. فلو سمحتوا في فيديو النهارده، لو مش تقرا الفاتحه دلوقتي يا ريت تقراها بعد الفيديو. بستأذنك في الموضوع دوت لجميع موتانا وموتى المسلمين. وربنا يغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا ويرحمهم، ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، يجعل في قبورهم نور بأعمالهم الصالحة، ويتغاضى عن أعمالهم اللي مش صالحة، ويدخلهم الجنة بدون حساب ولا سابق عذاب. آمين يا رب العالمين. فزي ما قلت لك، حاول تفكر في الموضوع دوت، وحاول تعرف اهلك، تعرف ناسك. حاول تخش على الموقع، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن زي ما اتفقت معاك. خش واعمل ان انت مش عايز تعمل دونيشن لاعضائك. ما انتش اورجان دونر يعني، عشان ال NHS ما يدبحوش فيك بعد ما تموت. هي بالظبط حاجه كده عامل زي السبسكريبشن. انت بتعمل سبسكريبشن ان انت ياخدوا اعضائك ولا ما ياخدوش. انت اصلا ما عملتش سبسكريبشن للفيديوهات بتاعت اسماعيل السحيمي مصري في انجلترا، فاكيد مش هتعمل سبسكريبشن للمستشفى ياخدوا اعضائك يعني. اعمل سبسكريبشن للفيديوهات بس ما تعملش سبسكريبشن للمستشفى. اوكي، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. وما تنسوش تقروا الفاتحه لموتانا وموتى المسلمين. امانه عليك.